انا بعترف اني واحده ما بتحبش الكشري المصري في البيت خالص، الا الكشري بتاع مامتي ربنا يبارك لي فيها يا رب. فتعالوا اوريكم طريقتها فيه. اول حاجه انا بدات اعملها الصلصه. شوحت حته تومه في شويه زيت، بعد كده طشيتهم بشويه خل، حطيت عليهم عصير الطماطم والتوابل، هكتبها لكم هنا على الفيديو، وسبتها تتسبك على نار هاديه. نيجي بقى للحمص، سبته ياخد غلوتين على نار عاليه، بعد كده سبته منقوع في الميه السخنه دي لحد ما برد خالص. بعد كده شغلت عليه النار تاني وحطيت عليه شويه عصير طماطم، معلقه صغيره توم مفروم، وسبته يكمل تسويه. نيجي بقى لتحضير الكشري. شوحت كده بصله صغيره في شويه زيت ونزلت عليها بالشعريه وحمرتها. بعد كده ضفت العدس ده ماما كانت نقعاه من الصبح في ميه مغليه لحد ما بدأ يستوي. بعد كده شوحت معاه الرز وسقيته بالميه اللي كان العدس منقوع فيها. ظبطت الملح وحطيت معلقه صغيره توم مفروم وسبته يستوي على نار هاديه. وما تنسوش بعد ما تسلقوا المكرونه تحطوا عليها كده رشه زيت بسيطه عشان ما تلزقش في بعض. اخر حاجه نحضرها التقليه، قطعت بصل شرايح رفيعه، عفرته بمعلقه دقيق، بعد كده حمرته في زيت سخن لحد ما لونه يبقى بني كده ويقرمش. وهنا بقى كان الكشري خلاص استوى وبس كده. هستنى رايكم.